هو الألماس بيكسب ولا بيخسر؟ ناس كتير بتقارن الذهب بالألماس رغم إن دي حاجة ودي حاجة تانية خالص، ودي ليها بورصة ودي ليها بورصة تانية خالص، سواء في البيع أو في الشراء. خلينا متفقين إن الألماس بيلعب على نقطة الريتشنس والتميز، وهو مش معمول عشان كل الناس تلبسه. وزي ما في حاجات في الذهب بيكون عليها مصنعيات غالية وحاجات لأ، هكذا برضه في الألماس. وبحسبة بسيطة نقدر نشوف الموضوع ده. طيب لو جبنا مثلا فص قيراط، هو بكام دلوقتي وبكام من 3 4 سنين؟ يعني مثلا في سنة 2022 الفص القيراط كان بيعمل تقريبا من 100 ل 120 ألف، ودلوقتي الفص القيراط كاسر ال 200 ألف. ممكن يجي حد يقول لي ده قط أو كلر مختلفة. لا، أنا هنا بقارن فصين نفس كل المواصفات. طيب بلاش ده، الفص النص قيراط في 2022 برضه كان في حدود ال 30 ألف، دلوقتي كاسر ال 50 ألف جنيه. طب تعالى نعلى شوية ونجيب فص 2 قيراط في 2022 كان كاسر ال 600 ألف، النهارده نفس الفصل كاسر مليون جنيه. وعلى فكرة الألماس برضو استثمار طويل الأجل، وكفاية إنك لابس ألماس. بس أهم حاجة تستنى على الأقل 3 سنين عشان تحس بفرق السعر. وبس كده، قولوا لنا في الكومنتس تجاربكم مع الألماس. كان معاكم دكتور ياسر الطويل، وده الجواهرجي. سلام.